مفهوم خطأ عن الحب. كل واحد فاكر إن هو بيحب حد، فهو مفروض أي حاجة هو هيعملها غلط فالشخص اللي بيحبه مفروض هيسامحه على طول. خلاص هو خد على كده، أنا أغلط ولو هو بيحبني هو هيسامحني. وده طبعا مفهوم غلط. بالعكس، الشخص اللي بيحب ممكن يسامح مرة اتنين تلاتة، بس بعد كده هيسحب نفسه وهيمشي. ليه هيسحب نفسه وهيمشي؟ لأن هو هيفكر لو انت بتحبه ما كنتش أصلا زعلته، ما كنتش استبيعته، ما كانش هان عليك ان انت تخليه يمشي ويسيبك. هو هيمشي، هيفضل يحبك وانت مش هتقدر تنساه. هتفضل مزنوق في العلاقة دي او هتفضل محبوس في العلاقة دي. ليه؟ انك عمرك ما هتقابل شخص يكون بيحبك زي ما قابلت الشخص ده. لان للأسف في حياتنا دي بنقابل الاشخاص اللي بنحبهم مرة واحدة لما بيبقى حب حقيقي. علشان كده ما ينفعش نتراهن على المشاعر البشرية، ما ينفعش نتراهن، وما ينفعش كمان ان احنا نغل ان اللي قدامنا بيحبنا، ما ينفعش نستنزفه. تحافظوا شوية على الناس اللي انتوا بتحبوها، لانهم لما هيمشوا مش هتعرفوا ترجعوهم تاني، لان هيبقى من المستحيل ان هم يرجعوا لكم. لان مهما هتقنعهم ان انت بتحبهم هم مش هيبقوا شايفين ده، هيبقوا شايفين حاجة واحدة: لو انت بتحبني كنت حافظت عليا. علشان كده خليك فاكر دايما: هل جزائي الإحسان إلا الإحسان؟